دكتور خليل أحمد، دكتور في طب الفم وجراحة الأسنان. بداية نرحب بقناة براديو ستار على إعطائنا هذه الفرصة، فنحن جزء من هذا المجتمع، لابد كأطباء من تحمل مسؤولياتنا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ويمر بها منطقتنا على وجه الخصوص. بالنسبة لكورونا، الاسم المخيف، كيف يعمل هذا الفيروس وكيف يحاربه الجهاز المناعي؟ يعني بداية كورونا المستجد أو الكوفيد 19 هو ليس كائن حي، وإنما هو دنا أو رنا مغطى بغشاء بروتيني، أي لا تكاثر خارج الجسم، على عكس الجراثيم التي تتكاثر بكثرة خارج الجسم. كيف يحاربه الجهاز المناعي عند الإنسان؟ الجهاز المناعي عند الإنسان يتكون من 3 عناصر رئيسية. إذا قلنا الأنسجة، الجلد، نقي العظم، العقد الليمفية، الخلايا المناعية اللي هي كريات الدم البيضاء. الكريات الدم البيضاء لها أنواع. الجيش الذي يدافع عن الجسم ضد الفيروسات نقدر نسميه بالقوات الخاصة، هي أقوى هذه الأنواع التي تدافع ضد الفيروسات، فدائما تكون على درجة عالية من الجاهزية والتأهب. طبعا وحتى الفيروس مثل ما قلنا لا يتكاثر خارج الجسم، فعند دخوله إلى داخل الخلية لابد من أن يدخل إلى داخل الخلية، وكل فيروس يحب نوع من الخلايا، والخلايا المحبة لفيروس كورونا هي خلايا الرئتين. فأول ما يدخل عن طريق الاستنشاق من رذاذ المصاب ويستقر في منطقة الحلق كمحطة أولى. هنا يحاول الجسم التخلص منه ودفعه إلى الجهاز الهضمي إلى المعدة، وبحيث يتم التخلص من هذا الفيروس إذا دخل الجهاز الهضمي. هنا لابد في هذه المرحلة أن يشرب المصاب عند الشعور بألم في الحلق الماء، السوائل الدافئة وخاصة الماء. طبعا يحاول الفيروس بالبداية عند دخوله إلى الحلق التمسك بالحلق، يؤدي إلى جفاف الحلق. في هذا أول عرض يشعر به المصاب هو جفاف الحلق. ولكن عندما يفشل الجسم أو المصاب التخلص منه ويتابع سيره إلى الرئتين، هنا يبدأ الفيروس بالتكاثر بكثرة، يبدأ ويقوم بتدمير الخلايا خلايا الرئتين. هنا في هذه المرحلة يتأهب الجهاز المناعي ويصل حتى يصل إلى المكان يحتاج إلى وسائل نقل سريعة. أي هنا لابد من أن يكون ترتفع درجة حرارة المريض في هذه الحالة، تزداد دقات القلب، الضخ الدموي يكون أقوى وأسرع، فتزداد سرعة الدورة الدموية. لذلك يجب تنشيط الدورة الدموية بالابتعاد عن التدخين، ممارسة الرياضة كالمشي يوميا على الأقل لمدة نصف ساعة. طبعا يطلق الجهاز المناعي مثل ما قلنا هجومه الأول على الفيروس ويقتل أي شيء أمامه بشكل غير مبرمج، ويأخذ عينة من الفيروس إلى مختبراته من أجل تركيب الأجسام المضادة للقضاء على هذا الفيروس.